يا صاحبي، في يوم وقفت وسط زحمة الكلام، وسط كلام الناس اللي بيقولوا انت اصلا ما نافعش، ضيعت وقتك على الفاضي، ليه تحاول؟ هل سمعت الكلام ده قبل كده؟ هل حسيت بيه في قلبك؟ انك مش هتقدر توصل وانك ضيع طول عمرك؟ صدقني الكلام ده مش غريب على حد فينا، انا كمان مريت بيه. حسيت بقلبي بينكسر من كتر الضغوط، من كتر اليأس اللي بيغمرني. حتى الناس القريبة مني، العيلة، الأصحاب، يمكن ما صدقوش فيا، أو يمكن كانوا بيشككوا في طموحي. لكن في وسط كل ده كان في صوت خفي جوايا، صوت ما كانتش سمعه بسهولة، لكنه كان دايما بيصرخ: لا، ما تستسلمش، في حاجة جواك كبيرة، فيك طاقة هتخليك تغير حياتك. وده اللي جابك هنا، مش صدفة ولا حظ. ده الإحساس اللي خلاك تشوف الفيديو ده وتدور على طاقة وأمل. أنا عارف إن الطريق مش سهل، الطريق كله تحديات، كلها أوقات ضعف، أوقات شك في النفس، أوقات بتلاقي نفسك واقف على مفترق طرق مش عارف تمشي فين. بس خليك فاكر حاجة مهمة جدا: كل إنسان عنده لحظات ضعف. حتى أعظم الناس اللي حققوا نجاحات كبيرة كانوا بيعانوا من شكوك وهموم. الفرق إنهم استمروا، ما خلوش الهموم توقفهم ولا كلام الناس يحطمهم. لو كل مرة سمعت فيها مش هتقدر، مش هتوصل، ده مش ليك، كنت استسلمت، كنت هتبقى في نفس المكان اللي انت فيه دلوقتي. لكن انت مش زي اي حد، انت مختلف، في جواك قوة مش عارف امتها لسه، في جواك روح ما تموتش بسهولة. ده مش كلام فاضي، ده حقيقة بتأكدها كل تجربة مريت بيها. لو وقعت قوم، لو تعبت خذ نفس عميق وابدأ من جديد. ده مش ضعف، ده قوة، ده عزيمة. أنا شخصيا عشت لحظات كنت فيها حاسس إن مفيش فايدة، إن الدنيا كلها ضدي. لكن لما قررت أسمع صوت قلبي، لما صدقت إن ربنا ما بيخيبش أمل حد، حصلت معجزات صغيرة كده. بدأت أحقق حاجات كنت بحلم بيها. أولها كانت خطوة صغيرة، بعدين خطوة تانية، وكل يوم بتقرب أكتر. وأنا مؤمن إن كل واحد فينا عنده القدرة دي، القدرة على التغيير، على النجاح، على تحقيق الأحلام. طيب، إزاي نبدأ؟ أول حاجة، آمن بنفسك. آمن إنك تقدر توصل، حتى لو كل الناس حوالينك قالوا غير كده. تاني حاجة، حدد هدف واضح بسيط تقدر تبدأ فيه دلوقتي، ما تخليش الخوف أو الشك يمنعوك. تالت حاجة، خد خطوة صغيرة كل يوم، حتى لو صغيرة، المهم تستمر. رابع حاجة، ابتعد عن الناس اللي بتحبطك، خلي دايما حواليك ناس بتشجعك، بتدعمك، بتآمن بيك. فاكر؟ اللي بيرتكز عليه النجاح مش القوة بس، لكن الاستمرارية. اللي بيجي في الطريق مش بس عقبات، لكن دروس. كل تجربة صعبة بتعديها بتخليك أقوى وأقدر. فكر في اللي جواك، اللي دفعك تجي دلوقتي تسمعني، تشوف الفيديو ده. ده صوت داخلي، ده شعور ما ينفعش تطنشه. قوم، اشتغل، احلم، احاول، وما تسيبش حد يهدم حلمك. انت تستحق النجاح، تستحق الفرصة، تستحق كل حاجة حلوة في الحياة. لو حسيت بأي لحظة ضعف، ارجع وشوف الفيديو ده تاني. أتذكر إنك مش لوحدك، ربنا معاك والنجاح في انتظارك. قولها معايا: أنا أستحق، أنا قادر، وأنا هوصل.